ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. سيارة العميد المتقاعد. في أواسط السبعينيات وفي ثمانينيات القرن الماضي اتسع ولع الناس بسيارة 240. كانت علامة للفخامة والأبهة، ولكن أيضا علامة السيارة المتميزة بقدرتها على التحمل. إلى يومنا هذا ما زالت 240 العمود الفقري لسيارات الأجرة الكبيرة وفي كل أنحاء المغرب مدنه وقراه. في أواسط السبعينيات ومطلع الثمانينيات جرى تدوين أعداد كبيرة من تلك السيارة التي كانت تستخدم من مختلف أنحاء أوروبا، وظل كثير من الناس يحتفظون بها سنين طويلة، يستعملونها ويتخذونها عنوانا لنوستالجيا شخصية. كثيرون يرون فيها شبابهم الذي لم يكونوا يريدونه أن يمضي ويفنى. أحد هؤلاء العميد المتقاعد عبد الحكيم الدياني، الرجل الذي دشن العقد السابع من عمره منذ 3 أعوام، يقطن رفقة أسرته في حي بئر الرامي بمدينة القنيطرة. هناك بنى بيته الذي يعتبره حصاد 35 سنة من العمل في الشرطة القضائية، عمر آخر عمل فيه في مختلف مدن المغرب. إنه يحتفظ أيضا بسيارة 240، سيارة أنيقة بلون أصفر مميز. لم يكن العميد المتقاعد يستعمل سيارته إلا في تنقلاته خارج القنيطرة، ما عدا ذلك فإنه كان يفضل قضاء مآربه في المدينة راجلا أو مستقلا وسائل النقل العمومية من تاكسيات وأتوبيسات. حياة العميد المتقاعد لم يدب إليها الخمول بعد. من اللحظات الأجمل في حياته تلك التي يعتني فيها بسيارته. في ليلة 2 من يوليوز ركن العميد المتقاعد عبد الحكيم الدياني سيارته غير بعيد من منزله، طاف حولها، تيقن أن الأبواب والنوافذ مغلقة، ثم دلف إلى منزله. قبل أن يدخل التفت وألقى إليها بنظرة أخرى. في الصباح استيقظ كعادته باكرا، خرج يريد إلى السيارة، ولكنه فوجئ بأنها لم تعد في المكان حيث ركنها في الليل. بحث في الجوار، وفي جوار الجوار لا شيء. لقد اختفت 240، سرقت. أسرها العميد المتقاعد في نفسه وحرص على أن لا يفقد هدوءه، ثم قصد إلى مفوضية الشرطة التي يتبع محل إقامته لنفوذها. في المفوضية كثيرون هم الذين يعرفون العميد عبد الحكيم. عدد منهم اشتغلوا معه في مناسبات عدة، وآخرون سمعوا عنه، لم يكن غريبا في المفوضية. استقبله ملازم سبق أن اشتغل معه. دون ما انتظار أدخله إلى مكتب العميد، حكى له قصته. أمر الملازم بأن يأخذ العميد المتقاعد إلى مكتب الإبلاغ عن السرقات للإدلاء بأقواله. وجد العميد عبد الحكيم نفسه أمام شابة تشغل المكتب بمفردها. أمامها آلة كاتبة تذكر الناظر إليها بحقب غابرة، وتذكر الوافد على المكتب بأنه في ضيافة الشرطة القضائية. استقبلته الشابة بما يليق بضابط سابق من احترام. طلبت منه أوراق السيارة، ثم شرعت ترقن على الآلة الكاتبة. تتوقف من حين لآخر لتوجه إليه سؤالا، ثم تدون إجاباته.
حرص العميد المتقاعد أن يقرأ المحضر بكثير من التدقيق، وجده مستوفيا كل الشروط. اعتذر للشابة التي حسبها كاتبة أخبرته أنها مفتشة شرطة من فوج تخرج حديثا، وأنها تعمل في هذه المفوضية منذ عامين. همس الضابط المتقاعد في نفسه: الحياة لا تتوقف، تتغير باستمرار. أثناء تبادل أطراف الحديث معه أبلغته أنها منذ بدأت تعمل في هذه المصلحة لاحظت أن عددا من السيارات المسروقة في الليل يتم العثور عليها في غضون أسبوع، وإلا فإنها تختفي نهائيا، ولكن كل السيارات 240 تختفي، نادرا ما يظهر لها أثر. كان للخبر وقع الصاعقة على عميدنا المتقاعد. لقد أدرك أن الشرطة لن تتفرغ للبحث عن سيارته، ولذلك قرر أن يدلي بدلوه وأن يحك جلده بظفره ويوظف خبرته الطويلة في البحث عن سيارته ذات اللون الأصفر المميز. في الحي الصناعي للقنيطرة مقبرة للسيارات. قصد إلى هناك عله يعثر على أثر. هناك التقى بمعارف قدامى، حكى لهم قصة اختفاء سيارته الدوسون كارونت، وعدوه بالتعاون معه وبإبلاغه فور توفرهم على كل معلومة. لم ينسى العميد المتقاعد ورشة صباغة السيارات في المدينة العالية. هناك أصلح سيارته للمرة الأخيرة وجدد صباغتها. ترك للصانع رقم هاتفه. عاد العميد عبد الحكيم إلى منزله لديه شعور غريب. لقد أحس اليوم وكأنه لم يحل على التقاعد بعد. أحس أنه العميد عبد الحكيم وليس العميد المتقاعد. في 4 من غشت مر الآن أكثر من شهر على اختفاء سيارة 240، ولكن العميد عبد الحكيم لم يفقد الأمل في العثور عليها والوصول إلى من سرقوها منها. في 6 مساء تلقى العميد المتقاعد كلمة هاتفية من صاحب ورشة صباغة السيارات. أبلغه الرجل أن لديه الجديد وأن عليه أن يحضر في الحين. لم يتأخر العميد عبد الحكيم، ركب سيارة أجرة وهرع إلى المدينة العالية. أبلغه صاحب الورشة أن صاحب سيارة أجرة كبيرة حضر عنده وطلب منه استبدال البابين الخلفيين لسيارته وصباغتها، وأنه لما أحضر صاحب التاكسي البابين تبين أنهما يعودان إلى سيارة العميد المسروقة. أشرق وجه عميدنا المتقاعد. لقد بدأت تحركاته تؤتي أكلها. طلب من صاحب الورشة أن يماطل رب سيارة الأجرة وأن يطلب منه إحضار قطعة أخرى لاستبدالها. لحظتها بدأ العميد المتقاعد يقتفي أثره. تبعه إلى أن وصل إلى ضيعة على طريق منتجع مولاي بوسلهام. كان سور عال يحيط بالضيعة. الحارس الذي فتح الباب أغلقه فور دخول صاحب التاكسي. أراد العميد عبد الحكيم أن يكتشف ما بالداخل، ولكنه لم يتمكن من ذلك. عاد في اليوم التالي، حاول تسلق الحائط، ولكن كلابا شرسة من الجانب الآخر حالت دون ذلك. استكشف المكان ولاحظ وجود شجرة صفصاف في الجوار على بعد نحو 20 مترا. إن استطاع تسلق الشجرة رأى ما بالداخل. في صباح الغد عاد إلى المكان ومعه صهر له ساعده على تسلق شجرة الصفصاف. ذهل لما رآه. في الداخل عدة سيارات بعضها اقتلعت منها أجزاء. استعان بمنظار وتمكن أخيرا من أن يرى سيارته ذات اللون الأصفر المميز. نزل العميد المتقاعد من الشجرة. كان مزهوا بما حققه. المرحلة الموالية تقتضي إشراك الشرطة. قصد العميد المتقاعد إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. كان قد قضى على رأسها 5 سنوات. تعرف إلى الرئيس وحكى له قصة سيارته المسروقة انتهاء إلى اكتشافها في ضيعة طريق مولاي بوسلهام. أثناء تجاذبهما الحديث تبلورت خطة عمل تبدأ باستدعاء صاحب سيارة الأجرة
الذي كان الخيط الذي قاد إلى ضيعة طريق مولاي بوسلهام. أحضر الرجل في صباح اليوم الموالي. قال إنه تعرف على الضيعة من خلال زميل له أخبره بوجود شخص متخصص في استيراد قطع السيارات المستعملة أساسا 240. من أقوال صاحب سيارة الأجرة تبين للمحققين أن الذي باع إليه بابي 240 هو المدعو الطلياني. بلغت القضية مرحلة تستلزم تفتيش المكان. حصل رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية على إذن وكيل الملك. أعد العدة واقترح على زميله المتقاعد العميد عبد الحكيم الدياني أن يرافقه في هذه المهمة حتى تتسنى الاستفادة من خبرته. بعد ساعة كانت الشرطة تقتحم تلك الضيعة على الطريق الساحلي إلى مولاي بوسلهام. تم اعتقال الحارس وأدخلت السيارات وتم إخفاؤها. كمن رجال الأمن في انتظار وصول الطلياني. بعد نحو نصف ساعة كان بالباب رفقة شخصين آخرين. وقع الطلياني ورفيقاه في الفخ. كان عميدنا المتقاعد قد اكتشف سيارته المسروقة، لم تكن منقوصة إلا من البابين اللذين اشتراهما صاحب التاكسي. باشرت الفرقة الأمنية ضبط السيارات الموجودة بالضيعة، كثيرة تلك التي لم تبق منها سوى قطع متناثرة. في المنزل الموجود بالضيعة عثر رجال الشرطة على 50 لوحة معدنية تعود لسيارات مسروقة. كان من حظ الشرطة أن الثلاثة الذين تم اعتقالهم في الضيعة هم أركان عصابة متخصصة في سرقة السيارات. أقر المدعو الطلياني بأنه كان يسرق السيارات وخاصة 240 ويفككها بالضيعة ثم يشحنها لبيعها بالدار البيضاء، مدعيا أنه يستقدمها من أوروبا. تم توسيع دائرة التحريات وتم تجميع كل الشكايات التي ارتبطت بسرقات السيارات. قبل سرقة سيارة العميد المتقاعد ببضعة أشهر كانت مصلحة السرقات بالدائرة الثالثة قد توصلت بشكاية من مواطن يدعى محمد التوناتي، تعرض للخطف ومحاولة القتل. التوناتي كان شاهدا على سرقة سيارة في ملكية أحد جيرانه. حاول اللحاق بالجاني ولكن سيارة أخرى كانت تتبعه أرغمته على الوقوف. أنزله راكباها عنوة وأثخناه ضربا ثم ألقياه في صندوق أمتعة سيارتهم قبل أن يتخلص منه، وقد حسباه مات في واد على جانب الطريق. لم يكن صاحب تلك الجريمة سوى الطلياني وأحد رفيقيه. في حالات كثيرة الكشف عن جريمة يقود إلى اكتشاف جريمة أو جرائم أخرى وإن قدم بها العهد. ملفات بوليسية.